السلام عليكم، عاملين ايه؟ بصوا مبدئيا كده تستحملوني عشان انا عندي برد وصوتي رايح وحالتي حالة. الفيديو ده ان شاء الله هحاول اوصف لكم فيه المقاسات المختلفة للخمارات، علشان في بنات ما بتكونش عارفة ايه المقاس او ايه الطول بتاع المقاس، مثلا بتاع متر ونص، متر وربع. وبيطلب مني كل مرة عايزين صورة يا رنا وحد لابسه عشان نقرر. بصي عامة بيتحسب على حسب طولك. انت مثلا طولك 150 160 170، بتقرري الطرحه او المقاس يكون مقاس ايه. خلينا نبدا بالمقاس اللي انتوا شايفينه ده، مقاس متر ونص. انا طولي 170 سنتي، الخمار ده متر ونص. حلو قوي المتر ونص. البنات اللي بتحب الخمار يكون طويل قوي، سواء من قدام او من الظهر، بيبقى ساتر معاها. لو بتتنيه او مش بتتنيه بتحطه على الكتف، بتسيبه زي ما هو كده. كمان لو مش بتلبس مثلا حاجات واسعة قوي او بتلبس عبايات عادية، المتر ونص فيما اطول ده مناسب جدا. وده كان اول شكل معانا من الخمارات اللي هي المقاس متر ونص. انتي بتحددي على فكرة من خلال التجربة. وبرضو خلي دولابك فيه اكتر من مقاس علشان تعرفي ايه اللي انتي محتاجاه. في لبس بيبقى محتاج مقاس كبير، ولبس تاني بيبقى محتاج مقاس وسط، وفي ملحفة بتبقى مش محتاجة ان احنا نلبس عليها خمار كبير. بصوا هنا تاني مقاس ده حوالي متر وعشرين، يعني تقريبا متر وعشرين سنتي. في بنات بقى بتجيب الخمار لو كان المقاس بالظبط، بتبدأ تتني طرف وبتسيب الطرف التاني، يعني مش بتطبق المثلثين دول اللي ورا، مش بتطبقهم زي بعض. انا اسفة. علشان بتبقى ساعات عايزة الخمار يكون اطول، ما بتحبوش يبقى طويل من قدام، فبتجيبوا مقاس متوسط، وبعدين بتطوله من ورا. ده مقاس تقريبا متر و يعني 20، متر وعشرين سنتي. شفتوا فرق الطول عامل ازاي؟ ده برضو انت بتحددي تلبسيه على ايه بالظبط. وده ما ينفعش يتلبس على حاجة قصيرة، على فكرة ضيقة قصدي، او مجسمة، علشان اكيد هو مش ساتر الجسم كله. ولو انتوا شايفين العباية او الدرس ده واسع ازاي، هتقدروا تحددوا اللبس بتاعكم هل هو واسع بالطريقة دي ولا لأ، بناء عليه تختاروا الخمار المقاس المناسب ليه. ده تالت خمار معانا، وده متر وخمستاشر سنتي. بس انا جايبه لكم بالتدريج من الاطول للاقصر. ده متر وخمستاشر سنتي. وهتشوفوه برضو في اللبس. انتوا عارفين ان من اول من متر وربع لتحت مش بيبان قوي فرق الطول، يعني مش بيبقى ملاحظ قوي فرق الطول او القصر. طول ما هو مش مثلا 10 سنتي بحالهم، او ممكن 5 سنتي، يعني السنتي واتنين سنتي وتلاتة سنتي دي مش بتبان، او هم 10 سنتي بيبدأ الطول يبان. انتوا مش هتلاحظوا على فكرة ان هو اقصر من اللي قبليه بحاجات بسيطة، لان هو 5 سنتي بس الاقل. فلما حد بيجي يكلمني على في البيجات، البيج بتاعت البراند، يرانا 15 ولا 10 ولا 20، طب انتي ال5 سنتي دول هيفرقوا معاكي انتي، يبقى انتي لازم تكوني عارفة. بصي دي كمان مش مطابقين، يعني انا لو طبقتهم على بعض هيبقى اقصر اكيد. وده بيتلبس على ملاحف او على دريس اللي هو اللي طالع واسع خالص وكله كسر او بليسيه ده، علشان ما يكونش مجسم وضيق عليكي. رابع خمار معانا، وده اقصر خمار، ده متر، يعني متر 100 سنتي. 100 سنتي ده ما ينفعش تلبسيه بكل المقاييس على دريس او على طقم او على جيبه وبلوزه مثلا. لا، انت لازم تلبسيه على حاجه تكون واسعه، ملحفه، اسدال، ادناء، اي حاجه تكون واسعه بحيث ان هي ما تجسمش. هتشوفوا انتوا ان هو قصير ازاي. وخلي بالكوا ده كمان مش من الخامه الليزر الطبي، ده شيفون. انا برضه عشان البنات اللي بتبقى بصوا قصير ازاي من ورا، عشان البنات اللي لما بتيجي تطلب مني في الخاص تقول لي يا رنا احنا عايزين الشيفون، فاقول لها لا، بس انا بلبسه. لكن ما بيبقى ساعات في بنات ليها طلبات معينه، ما يكونش بيبقع، ما يكونش ساعات بيشف، فهو الطبي هو المناسب. ده متر وربع، المقاس ده متر وربع.
هتشوفوا انتوا ان هو فرق الطول عامل ازاي. وبرضو بفكرك انا طولي 170 سنتي، انت بتقيسي على حسب طولك انت كمان، بس الستاندرد المفروض اللي هو مناسب معظم او اللي هو دارج حتى في المحلات بيبقى متر ونص. انت عايزه بقى تجيبي حاجه تكون مخصوصه او مقاس متناسب معاكي عشان الحركه، عشان لو انت بتلبسيه على حاجه واسعه. فعشان كده البراندات اللي هي تبقى اونلاين او لو انت بتفصلي بيبقى انسب حاجه. ده متر وربع. واعتقد ان هو واضح ان هو برضو فرق الطول عامل ازاي. انا مش عارفه ايه اللي في الحاجات ده، بس تقريبا انا مش عارفه ميه ده ولا لا، بس ما اعتقدش انه بقى لان هو ما علينا. فانتوا شفتوا المقاسات بتاعه الخمارات المختلفه، انت تقدري تحددي ايه المقاس اللي يليق عليكي واللي مناسب ليكي. واستنوني في بارت 2 علشان نشوف النقابات.